السمك المشوي بآلة تتبيلة، وأهم حاجة بالسمك المشوي إني أفتح السمكة من ظهرها، وهاي الطريقة يسمونها سنقاري. كاسة زيت زيتون، راسين ثوم كاملة، عصير ليمونتين، نصف كوب خل، ملعقة ورق زعتر، ملعقة كمون كبيرة، ملعقة كزبرة مطحونة، نصف ليمونة بقشرها، ملعقة كبيرة دبس فلفلة، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أو دبس البندورة، ملعقة ونصف من الملح. خلط يا معلم. هاي التتبيلة المطلوبة. نقطة مهمة، أغلب الناس ما يحبون يتبلون السمك ويحطون عليه فقط ملح، لكن بوجود الحطب على الجمر يختلف الوضع. وأتمنى تجربون هالتتبيلة، تعطوني رأيكم بالتعليقات. أهم شيء من الداخل، ونسكرها ونعطيها تتبيلة من الخارج. راح نغطيها ونتركها بالتبريد من ساعة إلى ساعتين، وبعدها نتقابل عند منقل الشوي. وأتمنى بهالأثناء تضيفني على قناتي على اليوتيوب شيف أبو ليث، خلونا نصل لل100,000. حياكم الله. وما يمنع نفس التتبيلة على الروبيان المشوي. أول حاجة نولع الجمر، اللي يهمنا وين جهة الهواء. الهواء جاي من هنا، خلاص أحط مكعب على جهة الهواء، خلاص وانساه. ربع ساعة 20 دقيقة إن شاء الله يكون معانا الجمر جاهز. مدينا الجمر على كل المنقل، ونزل السمك مباشر على الجمر. أكثر سؤال يجيني في التعليقات هو كيف السمك ما يلصق على الشبك. أنا راح أجاوبك جواب مختصر. ليش أنتظر السمك لحتى يلصق على الشبك؟ خلاص كل فترة بسيطة، طبعا دقيقة، أقلب وأفتح الشبك أبعده، خلاص ما أعطيه فرصة إنه يلصق. وهكذا كل السمك على الحالة، تقريبا 4 مرات 5 مرات، كل ما أقلبه أفتح الشبك لحد ما تنشف الطبقة تبع السمك، خلاص ما يعود يلصق. ولا يجيني حدا يقول لي حط بطاطا وحط نشا وحط مدري ايش، ما يحتاج. هاي الطريقة عندك، ليش العذاب؟ يا سلام يا سلام يا سلام. لاحظ تقريبا بعد 7 دقائق ما في أي التصاق. لاحظ، لا هاي الجهة ولا الجهة الثانية. ما شاء الله تبارك الله. المنظر لحاله يكفي. بس استوى معانا السمك، شلون أنقله للصحن؟ أبلش بملعقة ولا لا، طريقة سهلة. أرفع أول جنب من الشبك، أحط عليه الصحن وأسكر وأقلب، خلاص بهذا صارت السمكة كلها هذا الشكل. يا سلام. ليمون حبتين كافية. أنا أحب أحط معاها البصل البقدونس، تطلع رهيبة ضخامة. منظر ما شاء الله تبارك الله. وهذا الروبيان ما شاء الله تبارك الله ما يطول، 5 دقائق 6 دقائق خالص أموره. وبنهاية المقطع أتمنى تكون حلقة اليوم نالت على إعجابكم. لا تنسوني من الدعم، الضغط على اللايك والاشتراك في القناة.